الجزء الرابع من معالجات ب 800 جنيه لحد 40,000 جنيه. اعملوا لي فول عشان نفسي اوصل 10,000 اخ واخت ويلا بينا. النهارده معانا من 9000 جنيه لحد 12,000 جنيه. الفئة دي صعبة جدا فوق ما تتخيل، والاختيارات قليلة جدا. انا حرفيا ما لقيتش غير معالجين بس في الفئة دي. لو انت لقيت اكتب لي في الكومنتات تحت. واول معالج معانا هو الاي 5 14600 كي اف، معالج عالمي من كل المقاييس الصراحة. 14 كور 20 ثريد. النقطة الوحيدة بس اللي ليا تعليق عليها الكاش بتاع المعالج ده. الكاش بتاعه 24 ميجا حلو جدا مفيش مشكلة، بس يعني في معالجات تانية 32. بيكسر سرعة وسرعته الأساسية 5.3. ده ممتاز جدا للجرافيك والمونتاج. بص هياكل لك الجرافيك والمونتاج. وتمنه 11,000 جنيه جديد. مع الأسف ما لقيتش فيه 9000 ل 10,000 معالجات خالص. لو لقيت أنت اكتب لي في الكومنتات. تاني معالج معانا هو الرايزن 5 7600 اكس، مش العادي. احنا كنا جايبين الفيديو اللي فات لل 7600 العادي. المعالج ده ممتاز جدا في الالعاب. بص بياكل اي لعبه حرفيا. المعالج ده بيجي ب 6 كور و12 ثريد، 32 ميجا كاش، وسرعته الاساسيه 5.3 برضه زي الاي 5 14600 كي اف. وبيكسر سرعه وثمنه برضه 11,000 جنيه. مع الاسف حرفيا الفئه دي مفيش خالص فيها.